السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم إصدار الحكم. تحياتي لكم اسم باسم. مرحبا بكم كاملين. دخلوا 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 دخلوا. مرحبا وألف مرحبا. أوكي. مرحبا بكم كاملين بدون استثناء. ندير الويفي في هذا التليفون الآخر. أوكي. مرحبا بكم مرحبا بكم. تحياتي لكم. شكون معنا؟ شكون باش ما غاديش ناخذ من وقتكم بزاف. مازال خدامه. خرجت كانت عندي ساعه ونص ديال الراحه. جيت درت ترويض لرجليا. راكم عارفين المشكل ديال رجلي. جيت درت الترويض. الله ساليت وغادي نمشي نكمل الخدمه ديالي. لهذا غادي نخبركم تم الحكم. تم اصدار حكم. لهذا بغيتكم تكونوا معايا كيف كنتوا معايا دائما. دابا علاش لا تكونوا معايا وتسمعوها مني انا. سمعوها مني أنا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. دخلوا دخلوا. جزاكم الله ألف خير. مرحبا بكم كاملين. سمحوا لي لا ما غاديش نذكر الأسماء ديالكم. سمحوا لي بصراحة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين. ولكن بالنسبة لي منصورة بإذن الله. بالنسبة لي منصورة بإذن الله. لأن كانت عندي جرأة ومشيت لبلادي. كانت عندي جرأة وواجهت المصير ديالي. لكن حتى حاجة ما غادي تدوز بالساهل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تحكمت ولكن ماشي مشكل. ربي كبير. مازال كاين الاستئناف وما عمرني ما غادي نضعف ولا نرجع للور. كاين الاستئناف وغادي ناخذ حقي بالقانون باذن الله. عندي الثقه في القضاء وتنقولها. عندي الثقه في القضاء. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. كلشي تيتسنى هذا النهار بفارغ الصبر. كلشي تيتسنى هذا النهار بفارغ الصبر. جميع الاخوان والاخوات. اول حاجه غادي نشكر القضاء المغربي. غادي نشكرو بالرغم من انه حكم عليا. انا تنشكرو ومتشبته بالبراءه ديالي. متشبته بالبراءه ديالي الى اخر رمق. واخا نعطي عمري. واخا نعطي عمري من اجل اظهار البراءه. الا كاين شي خلل او كاين شي فساد خصنا نزولوه ونزولوه بالقانون. اضطريت نسكت بالرغم من انني عارفه اش وقع. اضطريت نسكت ما نتلفظش بشي حوايج. علاش؟ حيت دايره الثقه في القضاء. واخا كلشي داز قدام عينيا. انا ما خرجتش اتهمت ولا خرجت سبيت ولا خرجت بالعكس. عندي الثقه في القضاء ولحد الساعه تنقول ثقتي في القضاء كبيره. ثقتي في القضاء كبيره وثقتي في مؤسسات بلادي كبيره. وبراءتي غادي نجيبها. الا ما جبتهاش في الابتدائيه غادي نجيبها في الاستئناف. عافاكم. نبيل حياتي الا كنتي معايا ارسل لي المنطوق ديال الحكم. رسلوا لي الله يرحم الوالدين في التليفون في هذا. ارسلوا لي الله يرحم لك الوالدين. لان كلنا خدامين. السي نبيل خدام. انا خدامه. خرجت عندي ساعه ونص. مشيت درت ترويض لرجليا ودرت الليزر لرجليا. صافي تنعيط لان كيف تتعرفوا الحكم تيخرج في البوابه في السيت. لكن بحكم الاساتذه كانوا حاضرين فاش تنتهي الجلسات اللي كاينين اليوم من حقهم يعرفوا الحكم. دخلوا عافاكم. لي لايك. دابا عاد باش غادي نقول جاتني النوبه انا باش نخدم بالقناه ديالي. لي لايك. الله يجازيكم بخير. لي لايك. الله يجازيكم بخير. اول حاجه غادي نقول شكرا للقضاء المغربي. شكرا ليه وعندي الثقه فيه. ومازال باذن الله كاين الاستئناف. باذن الله كاين النقد.
لانني مغربيه وما غاديش نبغي نتحقر في بلادي. الا حقرني واحد الانسان اللي هو ظالم ما غاديش نبغي القضاء يحقرني، وما غاديش نبغي القضاء يظلمني. مع كل احترام الهيئه ديال القضاء، مع كل احترام القضاء ديال بلادنا، وقلتها وحتى شي واحد ما غادي يغير ولو ذره منها. عندي الثقه في القضاء المغربي النزيه، عندي الثقه في القضاء المغربي النزيه، عندي الثقه في القضاء المغربي النزيه، وخصوصا قضاء مدينه مكناس. عندي الثقه، عندي الثقه. الا ما جبتش براءتي في الابتدائيه غادي نجيبها في الاستئناف باذن الله، والا ما جبتهاش في الاستئناف غادي نجيبها في النقد، والا ما جبتهاش في النقد غادي نجيبها عند الله باذن الله. هالو موتو. عافاكم هاد التليفون لا، هاد التليفون لا باذن الله. غادي نجيبها. شكر القضاء ديال مدينه مكناس، وتنعتذر هالو تنعتذر على هالو موتو. تتسمعوا؟ اوكي تتسمعوا ياك؟ الحمد لله، الحمد لله على كل حال. شكر القضاء المغربي وعندي الثقة فيه، وكذلك شكر الأساتذة ديولي على رأسهم الأستاذ زهراش، تنشكره وتنقدره، وشكرا على المجهودات ديالو. شكر كذلك الأستاذ خالد، شكر كذلك الأستاذة فاطمة، شكر كذلك الناس اللي كانت متضامنه مع سعاد، شكر كذلك الاخوان والاخوات اصحاب القنوات كاملين 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 بدون استثناء. شكرا لهم من قلبي على الوقفه ديالهم، على الدعاء ديالهم. سعاد كان عندها كيف تنقولوا سعاد كانوا عندها الاتهامات المتهم بارتكاب في الدائرة القضائية الجازمة للمحكمة مكالمات. كان عندي بث وتوزيع ادعاءات كاذبة ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم. وكانت عندي وحدة أخرى تحريض عدة أشخاص على ارتكاب فعل جرمي، وكان عندي التهديد. المحكمة ولله الحمد اليوم برأتني من التهديد، برأتني من تحريض عدة أشخاص، برأتني المحكمة ولله الحمد برأتني من هذه الأفعال اللي نسب ليا هذا الشخص ديال التحريض وديال التهديد وديال. بقى واحد الجزء أعطتني فيه 3 أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة ديال 2000 درهم، وغرامة ديال 10,000 درهم للناس اللي طلبوا مني 300 مليون أو 100 مليون لواحد، وغرامة ديال 5000 درهم
للسيده الزوجه الماسون. 5000 درهم للزوجه الماسون، 10000 درهم للسيد الماسون، و2000 درهم تنظن المحكمه، و3 اشهر موقوفه التنفيذ. اللي غادي نقول عندي كل الثقه في القضاء، وغادي نبقى متشبته بالبراءه ديالي الى اخر يوم في حياتي. غادي نبقى متشبته بالبراءه ديالي. الحمد لله ما كاين لا تحريض، الحمد لله ما كاين لا تحريض، الحمد لله ما كاين لا تهديد، الحمد لله ما كاين لا السم غادي تشربيه ليه، ما كاينش داكشي بتاتا، ولله الحمد ولله الحمد. لكن حنا عارفين هذا الشيء ديال السوشيال ميديا، واي واحد داخل في هذا الميدان ديال التواصل الاجتماعي الا وتيبغيو يردعوه. وبالنسبه لي انا ما درت شي حاجه باش نتردع، لانني ما تنسب، ما تنقذف، ما تنضرب في اعراض الناس، بالعكس انا بقيت صامده من اجل اظهار الحق. المهم هذه هي النتيجه ديال الحكم ديال اليوم، 3 اشهر موقوفه التنفيذ مع غرامه، مع الصائر، تحمل الصائر ديال 2000 درهم، و10000 درهم للشخص اللي الشخص اللي دعاني، و5000 درهم للزوجه الماسون. ما كاينه 100 درهم، ما كاينه 100 مليون، ما كاينه 200 مليون، ما كاينه 300 مليون. لكن غادي نعاود نقولها، الحمد لله البراءه ديالي من تحريض، البراءه ديالي كذلك من التهديد، البراءه ديالي من جميع الاتهامات اللي عطاوني. حلو. كاين الحكم ربما بسبب التشهير او بسبب جبتيه او بسبب، الحمد لله انا غادي نتشبت بالبراءه ديالي لاخر رمق، لاخر رمق، لاخر رمق، وما غاديش نتنازل على حقي. وهنا غادي نقول سعاد، الله غادي تبدا معكم المشوار، سعاد والزوج ديال سعاد والعائله ديال سعاد، الله غادي تبدا معكم المشوار بالقانون على الصعيد المغربي وعلى الصعيد الدولي وعلى الصعيد الاوروبي. مع اي واحد، اي واحد كما بغى يكون غادي يجبد الاسم ديالي ما غاديش نتنازل. واي واحد شهد شهاده زور اللي اليوم تنتبرأ منها ما غاديش نزقلو نهائيا. واليوم غادي تشوفوا الجمره ديال سعاد اورغانزا ديال بصح، اليوم غادي تشوفوا شكون هي سعاد اورغانزا ديال بصح، بالحق وبالقانون. ما تنظلم حتى شي واحد وما نبغيش نتظلم نهائيا، واي واحد تعدى عليا انا معاه بالقضاء. والحمد لله كل الثقه في القضاء المغربي النزيه. شكر 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 الاساتذه ديالي، شكر كبير للزوج ديالي اللي ساندني وقف معايا وتضامن معايا، شكر كبير ليه وخير وما غاديش ننساه نهائيا. تصوروا وقفنا كل الحياه ديالنا وقفناها من اجل انني ناخذ حقي. المسيره ديال العمل ديالنا والمسيره ديال الطموحات ديالنا كلها وقفناها من اجل انني ناخذ حقي وناخذ البراءه ديالي. كنت تنطلب حقي وليت متهمه، ماشي مشكل. 3 شهور موقوفه التنفيذ ماشي مشكل. عندي ثقه في القضاء، عندي الثقه في الاستئناف، عندي الثقه في النقد، عندي الثقه عندي الثقه عندي الثقه الى ما لا نهايه باذن الله. ما كنتش تنهدد، ما كنتش تنحرض، ما كنتش تنمول، ما كنت حتى شي حاجه من هذا الشيء. هذه كلها ادعاءات وافتراءات في حقي باش هاد الناس يخرجوني هيجه ويخرجوني نسب ويخرجوني نقذف. لكن غادي نعاود نقولها، ما عمر سعاد ما غادي تهبط لذاك المستوى الرديء، ما عمر سعاد ما غادي تهبط لهذاك المستوى الرديء. اول حاجه بنت اصل، اول حاجه عندها راجل، اول حاجه عندها اولاد مرضيين، اول حاجه غادي نقول الحمد لله تخلقيت في واحد البيئه محترمه محافظه، وغادي نبقى دائما في بيئه محافظه، غادي نبقى دائما مشرفه للمراه المغربيه، غادي نبقى دائما مشرفه للمجتمع المغربي، غادي نبقى دائما مشرفه للجاليه المغربيه، وما غاديش نتنازل على حقي، وما غاديش نتنازل على حقي. 3 شهور موقوفه التنفيذ ما كنتش تنتظرها، ودائما تنقولها ما كنتش تنتظرها، لكن ماشي مشكل. عندنا الثقه في القضاء، وكاين ان شاء الله كاين الاستئناف وكاين النقد، وباذن الله غادي ناخذ حقي، باذن الله غادي ناخذ حقي. وترجلوا وهبطوا باش نتوما تجاوبوا على الشكايات اللي عندكم، باش نتوما تعطيو اش عندكم، باش نتوما كيف تظلموا بنات عباد الله وكيف تظلموا خوتكم وخواتاتكم المواطنات والمواطنين، ترجلوا نزلوا للمغرب باش تاخذوا حقكم. هذا هو اللي تنعرفوا مواطن. ما تخباوش في المواطنه وتضربوا غير من تحت جلابه، ما تخباوش في المواطنه.
ما تخباوش. المواطن هو اللي تيمشي لبلادو ويواجه المصير ديالو. كيف دارت لالاكم سعاد، كيف دارت لالاكم سعاد. وانا معكم بالقانون، انا معكم بالقانون، وكل الثقه في القضاء المغربي. وتحيه كبيره 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 المحكمه الابتدائيه ديال مدينه مكناس، وتحيه كبيره لاي موظف كان في المحكمه، تنحييه وشكرا لهم. وتنعتذر على هذا الازعاج، وتنعتذر على الضرب اللي ضربوا في العرض ديالهم وفي الشرف ديالهم، والاتهامات اللي اتهموا فيها من خلال الملف ديال سعاد اورغانزا. يعني بالنسبه لي انا تنشوف هاد 3 شهور ربما، الله اعلم، النظريه ديال القضاء ما غاديش نقدر نحددها، لانني ما عمرني ما كنت قاضيه ولا قاضي وباش نعرف كيف تياخذوا هما المساطر القانونيه ديالهم. لكن غادي نقول لهم شكرا على اي حاجه، شكرا 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 على الوقت اللي عطاونا، شكرا. والحمد لله كيف تنقول لكم، من حلم البراءة من جميع الاتهامات ديال التحريض، ديال التحريض، ديال المؤامره، ديال التمويل، ديال الناس انا مصيفطاهم. داكشي ما كاينش، ما كاينش نهائيا، ما كاينش لا علاقه. وتنبقى دائما مواطنه مغربيه حره، تنبقى دائما مواطنه مغربيه حره، تنبقى دائما مواطنه مغربيه. واي واحد ضرب في الوطنيه ديالي انا معاه بالقانون، انا معاه بالقانون. تحياتي لكم كاملين. غادي نمشي عندي الخدمه ان شاء الله، ربما من وراء السعود نقدر ندير معكم شي مباشر، لكن الا ما قديتش اعذروني. جزاكم الله الف خير. تحياتي لكم، مع السلامه، وشكرا لجميع المتتبعين، شكرا لكم. وما ننساش كذلك نقول لوالديا ووالدين راجلي سمحوا لي بزاف، لانني كنت سبب في المرض ديالكم، كنت سبب في البكاء ديالكم، كنت سبب في المعاناه ديالكم. تنطلب من والدي ومن والدي راجلي يسمحوا لي. النهار كله اليوم ساكنوا هما بالدعاء، كل ساعه تيتواصلوا معايا. كذلك المتتبعين تيدعيوا معايا. لكن الحمد لله ثقتنا في القضاء، وربي كبير. وهذا الشيء كله، ماما تتعيط، ماما تتعيط، هذا الشيء كله ابتلاء من الله، هذا الشيء كله ابتلاء من الله، والمؤمن مصاب ونعم بالله. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم. وتحياتي لكم، ونتلاقاو في فيديوهات مقبله او في مباشرات مقبله باذن الله. مع السلامه.